انا اشتغلت 7 ايام في المشرحة. ايوه زي ما انت سمعت، ودي كانت اصعب شغلانة اشتغلتها في حياتي. وبما ان انا عشان انا بحب اشتغل كل حاجة، فقلت مش اشكال لما اجرب الشغلانة دي وسبتها في الاخر. تعال احكي لكم ايه اللي انا شفته جوه المشرحة وخلاني سبت الشغلانة دي وما اشتغلتهاش تاني في حياتي. وقبل ما ابدا القصة، يا ريتك بعد اذنك تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك على الفيديو، ولو عجبتك القصة يا سيدي تبقى تنزل كمان تعمل كومنت حلو. ولو انت اول مرة تتفرج عليا، فيا ريتك بعد اذنك دلوقتي توقف الفيديو وتشترك في القناة. بسم الله فلنبدأ. طبعا من البداية خالص هقول لكم الموضوع بدأ معايا ازاي. الموضوع بدأ معايا لما كان في واحد جاري جاب لي الشغلانة دي في المشرحة. انا هنا طبعا اتصدمت من الشغل اللي هو بتاع المشرحة اللي قال لي عليه، لان عمرها في حياتها ما جاب في بالي ان اشتغل في مشرحة. والراجل الجاري ده اول ما قال لي على الشغلانة بتاعت المشرحة قال لي ما تقلقش وبتاع، وقعد يغرني بفلوسها وقال لي ما تقلقش مفيش اي حاجه، انت معاك ناس هناك شغاله وانت كمان هتاخد على الموضوع هناك ومش هتحس باي حاجه، وانت راجل فاهم بتصلي ومؤمن وما بتخافش من اي حاجه. وانا هنا وهو بيكلمني سكت شويه مع نفسي وفكرت كده وقلت طب ما انا اروح اجرب، مش هخسر حاجه لما اجرب الشغلانه دي، وعلى الاقل يبقى انا خدت التجربه في حاجه عمرها في حياتها ما جت في بالي وعمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا اشتغلها. وهنا جاري ده قال لي في واحد محترم، ده راجل كبير راجل خبره، وهو ده اللي هيفهمك كل حاجه وهيعلمك اساسيات الشغلانه عشان خاطر يجمد قلبك وما يخليكش تخاف من اي حاجه، ويخليك كده واقف كل حاجه تعدي قدامك واكني مفيش اي حاجه عدت خالص. وطبعا جاري قال لي القبض بالاسبوع، وكان قبض ساعتها مغري قوي، فانا قلت مصلحه كده كده اروح اجرب ال7 ايام دولت واقبض في اخر الاسبوع المرتب بتاعي، لو عجبتني اكمل، لو ما عجبتنيش خلاص. طبعا اتوكلت على الله وقلت ايه انزل الشغلانه دي، واشتغلت ساعتها في اليوم ده كان يوم السبت. وهنا جاري اداني رقم الراجل اللي شغال في المشرحه اللي هو ايه هبقى انا تحت ايده. وطبعا خدت رقم الراجل ورحت هناك وتواصلت مع الراجل، اتصلت بيه كان اسمه ساعتها عم حسين. رحت هناك وعم حسين قعد معايا في المشرحه 3 ايام يفهمني كل حاجة ويعرفني كل حاجة، وكان بيخليني اخد المراحل كلها بالتدريج واحدة واحدة، وما كانش بيبخل عليا بأي معلومات خالص. أي حاجة في المشرحة كان بيقولها لي وبيعرفاني. أنا طبعا من النوع اللي قلبي جامد شوية، بس هنا لما نزلت على أرض الواقع وشفت حاجات ما شفتهاش قلبي اتهز شويتين. ولقيت عم حسين بيفتح ادراج التلاجات بتاعت المشرحه وكان بيوريني الجثث وكان بيحكي لي عنهم. كان مثلا بيقول لي الجثه دي مثلا مجهوله، الجثه دي لسه في التحقيق. انا هنا بصراحه كنت شويه وقلبي هيقف من اللي انا كنت بشوفه. وفي نفس الوقت عم حسين خدها معايا بالتدريج، يعني ما ورينيش كل حاجه في نفس اليوم. وساعات مثلا كان بيسيب درج التلاجه مفتوح اللي فيه الجثه، وكان بيروح يعمل شاي وبعد كده يجي عشان خاطر يجيبها معايا بالتدريج. كان يقول لي والنبي يا حسام والنبي اقفل ايه، اقفل الدرج بتاع التلاجه اللي فيه الجثه هناك دي عشان انا شكلي ما حطيتش ايه سكر ونسيت. وفي نفس الوقت عشان خاطر يجمد قلبي وعشان خاطر ايه يتوهني وما يخلينيش افضل مركز على كل الجثث وابقى خايف من الشغلانه دي. وطبعا هنا ابتديت اطلع جثث معاه، بس جثث ميته بشكل سهل، يعني مثلا ميته ما فيهاش اثر تعذيب كتير، لا كان بيطلع جثث يعني ميته مخنوقه، اللي ميت بطعنه مثلا، والحاجات البسيطه دي. طبعا هنا انا شويه شويه ابتديت احس ان انا ببتدي اتعود لحد ما يجي اليوم الرابع وافاجئ اللي عم حسين ما جاش النهارده. واول ما بسال اللي هو ما جاش ليه يقول لي حما بنته مات. هنا انا وقفت بلمت واتصدمت، قلت يا نهار ابيض انا كده رابع يوم انا مش عارف اعمل ايه، وفي نفس الوقت انا لسه قلبي ما جمدش ان انا اعرف اقف لوحدي. ويجي هنا ظابط من بتوع المشرحه لقيته بيندى عليا يا حسام يا حسام، قلت له نعم يا باشا اؤمر. قال لي تعالى استلم الجثه اللي جات. بقيت انا واقف ومبلم، جثه واستلم جثه؟ انا بقيت مرعوب يا جدعان ومش عارف اعمل ايه. كنت حاسس في الوقت ده ان انا عايز اجري. المهم خليت عربيه الاسعاف اللي هي جايباه والشباب اللي هي جايباه بتاعت عربيه الاسعاف تدخل الجثه لحد جوه. وهنا الرجاله بتاعت الاسعاف حطت الجثه على الترابيزه من فوق وابتدوا يطلعوا الجثه من الغطا الاسود اللي هم بيحطوا فيه الجثه ساعات عشان الغطا الاسود ده ياخدوها معاهم وهم ماشيين عشان دي بدايه الاسعاف. انا هنا شفت الجثه اتصدمت وكنت هموت فيها لان هي ابشع جثه دخلت المغسله. كانت جثه راجل عجوز وراسه مفصوله عن جسمه تماما، ودي حاجه كنت انا اول مره اشوفها في حياتي. لمجرد حسيت اللي الشعر ده وقف، حسيت اللي الشعر بتاعي طقطق
وجسمي اترعش، كنت عايز اصوت وعايز اخد بتوع الاسعاف واحضنهم واقول لهم خدوني معاكم، خدوني معاكم، انا مكاني مش هنا. طبعا هنا لما بصيت على الجثه كده لقيت الجثه مطعونه ولا اكتر من 60 طعنه، وكأن القاتل بينتقم انتقام جنوني من المقتول. وجثه زي دي كان عندي فضول تام اعرف ليه حصل لها كده. وهنا طبعا انا اتقصت وعرفت من امين الشرطه اللي كان مرافق الجثه ان في عامل نظافه لقى الجثه في مقلب زباله، والجثه مطعونه بالشكل ده، وكمان الراس بتاعتها مش موجوده اصلا. حاجه بشعه، ممكن اقول يمكن دي اكتر جثه مرعبه عن اللي عم حسين وراهم لي كلهم في المشرحه. وطبعا هنا الطب الشرعي جه على طول بسرعه واشتغل فيها وكتب عليها بياناتها، وبعدها جت على المغسله اتغسلت وخدتها عشان خاطر اجهزها عشان تتشال وحطها في درج من ادراج المشرحه لحد ما طبعا نشوف النيابه هتقرر ايه معاها. وفي اليوم ده جالي امر اللي عندي نبطشيه في اليوم ده ولازم اسهر. طبعا لما جالي الامر ده اللي انا فيه سهره النهارده حطيت الجثه على الترابيزه، خبطت ايدي على ايد كده كف على كف، قلت العمليه ناقصه، العمليه مش مستحمله خالص، مش كفايه شفت جثه زي كده وكمان اسهر. وبدات هنا اجهزها للتلاجة وانا في قمه الحزن باللي انا شفته في المنظر بتاع الجثه دي. عيني كانت حاجه تقطع القلب بصراحه. بس قبل ما اغطيها لاحظت حاجه غريبه ومش مفهومه، شفت ايد الجثه مضمومه وكانها قافله على حاجه جوه ايديها. وهنا بقى كان عندي فضول غريب قوي، مديت ايدي في ايد الجثه وحاولت افتح ايديها علشان اشوف الجثه قافله ايديها من ايه وقافله ايديها يمكن يكون في حاجه، بس قعدت عافر واحاول وفعلا الجثه كانت قافله تمام اكن في حاجه مش عايزه توريها لحد خالص. وفضلت يمكن اكتر من ربع ساعه افضل افرك الصوابع عشان خاطر ايد الجثه تلين، مفيش خالص اي تلين ولا عايزه حتى تفك خالص، لحد ما يئست تماما خالص وقلت ما منوش فايده، خلاص بقى ادخلها للدرج بتاع التلاجة بتاعت المشرحه وخلاص. بس قبل ما احطها بلحظات حسيت بريح بارد بيضرب وشي وفي صوت بيهمس عند ودني بيقول لي حاول واياك تيأس، حاول واياك تيأس. الكلمه هنا انا سمعتها او حسيتها هزت جسمي كلها وخلي الشعر دماغي وقف. وهنا انا مسكت اعصابي بالعافيه واستعذت بالله من شياطين الجن وبدات احاول من تاني مع الجثه، بس الموضوع كان شبه مستحيل ولازم عشان خاطر تفتح ايديها انك تقطع ايديها خالص. وقعدت على جنب خدت نفس وفضلت افكر يجي نص ساعه لحد ما قررت اشغل قرآن لعل وعسى يمكن الجثه تستكين. وفعلا شغلت سورة الرحمن جنب الجثه وفضلت مشغل سورة الرحمن 3 مرات ورا بعض لحد ما جالي احساس كده ان الجثه خلاص قربت تستكين، وابتدى جسم الجثه يهدى فعلا. ومع نهايه السوره وانتهى صوت القارئ فوجئت كده ان الجثه فتحت ايديها. وهنا انا اتعجبت جدا من اللي انا شفته ده، لقيت في ايد الجثه حاجه من المكياج بتاع البنات، علبة صغيرة جدا تقريبا بتتحط على الرموش او الضوافر. استغربت جدا وقلت ايه اللي جاب حاجة زي كده في ايد الجثة، وفضلت افكر كده مع نفسي وقلت انا لازم اسلمها للشرطة ويكون دليل حتى عشان خاطر الطبيب الشرعي يضيفها كمان معاه. وهنا قبل ما اتحرك من مكاني لقيت النور بتاع المكان كله قطع، وقفت في مكاني وجسمي كله كان بيتنفض ومش قادر اهمس حتى بنص كلمه، وابتديت احس بانفاس سخنه جنب ودني لدرجه ان جسمي كله اتشل ومبقتش قادر اتحرك ولا قادر امشي ولا قادر حتى اجري ناحيه الباب. وفي اللحظه دي حسيت ان في حد بيسلم على ايدي وكأني بيحييني اللي انا قدرت افتح ايد الجثه. وبعد كده سمعت صوت بهمسات كده واطيه قوي وناعمه وكأن حد بيقول لي هات لي حقي هات لي حقي. انا هنا بصراحه ما قدرتش اتحمل اكتر من كده ورحت واقع في الارض وحاولت اقوم بس ما عرفتش اقوم من الرعب. ابتديت اسحف على ركبي وايدي ناحيه الباب لحد ما قدرت اخرج من الرعب والجحيم اللي انا كنت فيه ده. رحت فورا سلمت علبه المكياج للشرطه، وهنا انا كنت ماسكها بحذر شديد عشان خاطر البصمات. وهنا انا قلت للظابط اللي انا لقيتها في ايد الجثه، وهنا الظابط استغرب جدا اللي الطب الشرعي ما ذكرش حاجه زي كده بخصوص علبه المكياج دي، بس هنا خد كلامي على انه محل ثقه. وبالفعل رجال المباحث راحوا تاني نواحي صندوق الزباله وحاولوا يجيبوا ناس يفتشوا في صندوق الزباله والمنطقه المجاوره ليه، وابتدوا هنا يدوروا على اي بلاغ او اي محضر فيه تغيب. وبالفعل لقوا اللي فيه راجل عنده 60 سنه متغيب بقاله يومين. طبعا لما رجال المباحث جابوا مراته المشرحه عندنا عشان خاطر تتعرف على الجثه، مراته ما قدرتش تتعرف على الجثه من بشاعه المنظر، بس في الاخر اتعرفت عليه وقالت اللي هو جوزها. وطبعا نظرات المباحث وهم بيبصوا لها كان كلها شك. وهنا بقى الصدمه اللي خلتني استغربت وقلت ازاي، وقلت لرجال المباحث ازاي، وقلت لنفسي ازاي
هو اللي انا هقوله لكم دلوقتي، ان الست مرات الراجل اللي هو الجثه دي طلبت من رجال المباحث اللي انا ابقى اكون معاهم وهم بيفتشوا الشقه، وفعلا انا رحت معاهم وطلعنا الشقه، وسط التفتيش شفت الجثه وشكل الجثه في الشقه دون عن كل اللي كانوا واقفين، وكاني شفت عفريت او شفت الجثه على طبيعتها وهيئتها، كانت بتمشي في الشقه وكأن عايزاني امشي وراها، وفعلا انا مشيت وراها لحد ما دخلت اوضه النوم وعند التسريحه لقيت علبه مكياج في الدرج، وهنا رحت انا نادي على الظابط فتح العلبه، وكانت الصدمه هنا ان في علبه واحده صغيره ناقصه من المجموعه. هنا طبعا الضابط استعان بواحد شغال في محل مكياج وجابه للشقه، ولما الشاب اللي شغال في محل المكياج فتح العلبه وشاف العينه اللي كانت في ايد الضابط قال لك هي العينه دي ونفس اللي موجوده في العلبه ونفس اللي هي ناقصه. هنا رجال المباحث خدوا مراته على الاسم عشان خاطر تعترف بعملتها وتقول انها هي اللي قتلت، وقتلته ليه؟ بس الغريب انها كانت بتنكر وما كانتش عايزه تعترف بعملتها، وفضلت النيابه وراها، وبالاخص ان البصمات بتاعت ايديها موجوده على علبه المكياج، لحد ما هنا ظهر دليل تاني قلب القضيه راسا على عقبا. وهنا الطبيب الشرعي اللي كان مشرح الجثه كان مصور فيديو، والفيديو هنا يظهر اللي ايد الجثه كان ساعتها مفتوحه وما كانش فيه اي حاجه في ايديها، مش اي ايد مقفوله على حاجه، علشان كده استدعوني للشهاده مره تانية. وهنا حكيت كل اللي انا شفته وكل اللي حصل. هنا ما كانش لاقيين حل غير اللي هم يستدعوا كل اللي ليهم علاقه بالجثه، وهنا كمان استدعوا بنت كانت شغاله بقالها يومين عندهم، والبنت هنا من خوفها اعترفت. وانا هنا سبت الشغل تماما ومستحيل اشتغل في مكان زي كده او زي ده تاني. ولو عايز تعرف باقي اللي حصل تبقى اكتب لي في كومنت. سلام.